اخباركم ايه؟ اللي هنسمعه حالا ده سيناريو اكيد شفتوه في فيلم. كنا بنشوف انواع كتير من الافلام او الروايات، وكان ملخصها ان يتم الاعلان عن وفاة شخص ويتعمل له جنازة وعزاء، ومن خلال احداث الفيلم يبدأ الشك ان الشخص اللي اتعمل له جنازة لسه عايش وحي يرزق. وده السيناريو لغالبية الأفلام البوليسية اللي شخصياتها حسب القصة بتكون تابعة لأجهزة مخابرات أو قضية كبيرة أو مؤامرة على شخصية مرتبطة بأحداث عالمية. يوم 19 يوليو هتكون ذكرى وفاة المرحوم اللي هو عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية الأسبق ومدير جهاز المخابرات المصرية العامة الأسبق، اللي دار الجدل حوالين ظروف وفاته بروايتين. والجدل ده هو اللي خلى البعض يعتقد ان المرحوم عمر سليمان لسه عايش. عمر سليمان رجل المخابرات المصرية اللي كان بيتعمل له حساب من أقوى أجهزة مخابرات الدول الكبرى. لو المرحوم عمر سليمان لسه عايش مش هيطلع شخص عادي يبشر بظهوره وإنه حي يرزق، وده أكبر دليل على وفاته. فتطلع نرمين عادل تقول إنه لسه عايش، وهو ده الحدث الجلل. صباح الخير يا فريندز. انا عندي الساعه 8 الصبح لسه. مساء الخير عندكم. معلش أنا متأخرة عليكم في الفيديوهات. عشان في خبر فظيع فيه، اسمع بقى كده وطقطق لي ودانك كويس قوي. اول حاجه الجنرال عمر سليمان والعظماء، الموضوع ده اكيد وتقارير، وهتبقى فيه فيديوهات هتوضح حقيقه اللي حصل، وهشرح فيه كل حاجه وبالدلائل. في حقائق لازم الكل بيعرفها، كنت اتكلمت فيها قبل كده بس ما بحبش اغوط فيها قوي.